أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة حبايبي هنعمل أكلة سريعة، الجو متلج وتيتا ميري أهي لابسة الشال وسقعانة، فهنعمل مع بعض أكلة بسيطة وسهلة. أول حاجة هنجيب بصلاية كبيرة بالشكل ده، والبصل الأبيض ده برضو حلو مش وحش، يعني أنا بفضل البصل اللي بيبقى البني دوت، لكن طالما ما فيش البصلاية دي حلوة برضو. هنقطعها مع معلقة سمنة مع معلقة زيت، وأخدنا شوية مكرونة كده حلوين، وهنعمل أكلة مكرونة جميلة للغدا، وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، بس أنا حبيت أشارككم معايا. أنا حقيقي بحب إن أنا أقطع البصلاية زي ما أنت شفتيني كده، زي أمهاتنا وأجدادنا. عندي القطاعة وعندي المبشرة، لكن أنا بحب إن أنا أقطعها على إيدي. ودلوقتي بقى عندي السمنة دي، النوع ده جميل بس بيتحفظ في التلاجة. أخدت معلقة مع معلقة زيت، وعلى العين التانية في البوتاجاز حطيت شوية مية، وسلقت المكرونة. ما تسلقيهاش جامد وما غسلتهاش ولا حاجة. بعد ما بتسلقيها بتحطيها في المصفى وتسيبيها. وهنا في الطاسة دي حطيت السمنة مع الزيت مع البصلة وحمرتها. لازم البصلة تتحمر. وبعد كده جبت البهارات المعتادة اللي احنا متعودين عليها: ملح، فلفل أسمر، ماجي، كمون، كزبرة. بتحطي معلقة شطة، مش عايزة الشطة ما تحطيهاش، يعني التوابل دي زي ما انت حابة. وبعد كده كان عندي شوية لحمة مفرومة، كانت كفتة. انا ما اتاكلتش، فانا رحت مفتفتة الكفتة ورحت حطاها على البصلة اللي انا محمراها بالتقلية، يعني اللي على الصاج دي، ويا دوب قلبتها تقليبة. وبعد كده رحت حاطة فيها المكرونة اللي انا سلقاها نص سلقة، وعملتها صينية بالشكل ده اهي. ودلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة 350، وهتطلع بالشكل الجميل ده. يعني في 10 دقايق هتعمليها. فأي حتة لحمة مفرومة عندك، أو أي بواقي حتى. وكمان الحلو عندنا العلبة بتاعة البراوني دي، أخدت بضاية وربع كوباية سمنة، أو ربع كوباية زيت مع ربع كوباية لبن، ورحت حاطة الباكو فيهم ورحت مقلباه، وفي وحدات الكب كيك بالشكل ده اهو، ورحت حطاهم. ومسافة 10 دقايق هي التانية اهي، بصي طالعة في منتهى الجمال، حلوة جدا جدا. يعني عملنا الغدا وعملنا كمان التحلية بتاعتنا في 10 دقايق. اللي حاجتين بأمانة ربنا أحلى من بعض، وأوام أوام. يعني أكلة بسيطة وسهلة وحلوة قوي قوي، وهتعمليها في 10 دقايق. وكمان الكب كيكات دي، البواكي دي حلوة وسعرها رخيص مش غالي، وطعمها جميل كده، وفيها الشوكولاتة. طعمها يعني هي غنية بالشوكولاتة، حلوة جدا جدا للناس اللي بتحب الشوكولاتة. فطعمها حلو قوي قوي وسريعة في نفس الوقت. احنا عملنا الكب كيكات كذا مرة، يعني من غير البواكي دي احنا بنعملها زي اي كيكة كده، كيكة الشوكولاتة، وبنعملها كب كيكات. فانا عاملاها في القناة اكتر من مرة، وهعملها لك كمان من غير الباكو ده. بس صدقيني بأمانة طعمه حلو جدا جدا وسعره رخيص، وانا مش بعمل له اعلان ولا حاجة، صدقيني. انا بقولك على الحاجات اللي انا عملتها. واستنيني في فيديو جديد برضو خفيف وسهل مع تيتا ميري.